السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الكرام في قناة حكاية الليل. أنا اسمي العربي، وأنشأت هذه القناة خصيصا لأشارك معكم قصصا واقعية، بعضها مرعب وغامض، وبعضها مؤثر ومليء بالدروس والعبر. هدفنا هو أن نسافر معا في كل حلقة لعالم جديد، نعيش أحداثا واقعية ونتعرف على أسرار لم نكن نتخيلها، ونحاول أن نستخلص منها عبرة أو فهم أعمق للطبيعة البشرية وما يحيط بنا من ألغاز. اليوم سنغوص في واحدة من أكثر القصص غموضا وإثارة للرعب النفسي في العصر الحديث، قصة الطالبة الكندية إليسا لام، التي أذهلت العالم بحادثة غامضة وقعت داخل أحد أشهر الفنادق في مدينة لوس أنجلوس، وهو فندق سيسل الذي لطالما اشتهر بين الناس بسياج من الغموض والظواهر الغريبة والقصص المروعة التي حدثت فيه عبر عقود طويلة. إليسا كانت فتاة شابة تبلغ من العمر 21 عاما، ذكية وفضولية، وكانت تحب السفر والاستكشاف. منذ صغرها كان لديها شغف بالمغامرة، وكانت تكتب يوم المصاعد القديمة، الممرات المظلمة، وحتى الغرف نفسها كانت مليئة بشعور ثقيل بالوحدة والرهبة، شعور يختلف عن أي فندق حديث آخر. في الأيام الأولى من إقامتها لاحظت إليسا بعض الأمور الغريبة التي لم يستطع معظم الضيوف الآخرين ملاحظتها: أصوات خفيفة في الممرات، حركات ظل على الجدران، أحيانا شعور بأنها ليست وحدها في المكان. بالنسبة لشخص عادي قد تبدو هذه الأمور غير مهمة، لكنها بالنسبة لشابة ملاحظة وواعية مثل إليسا كانت محفزا للاهتمام والانتباه، وأحيانا سببا للشعور بعدم الأمان. كما كانت إليسا تحاول التواصل مع عائلتها بانتظام، لكنها لاحظت أن بعض الرسائل الهاتفية أو الإلكترونية لا تصل كما ينبغي، وهو ما جعلها تشعر بالوحدة أكثر، وربما دفعها للاستكشاف أكثر داخل الفندق، محاولة فهم المكان ومحيطه بطريقة دقيقة. هذا الفضول الذي كان أحد أروع سماتها أصبح لاحقا عنصرا حاسما في الحادثة الغريبة التي وقعت لاحقا. خلال الأيام القليلة التي سبقت الحادثة لاحظ موظفو الفندق تصرفات إليسا الغريبة. أحيانا كانت تمشي بسرعة عبر الممرات، تتوقف فجأة، تنظر حولها كأنها تحاول مراقبة شيء، ثم تبتسم فجأة كأنها